السلام عليكم شباب، ازيكم عاملين ايه يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. طيب يا شباب، النهارده معانا فيديو جديد، وبقالنا كتير جدا غايبين عن لعبة بابجي. في البداية كده احنا دخلنا المنزل، طبعا المنزل كنا عارفينه، اللي مش عارف يروح يشوف. اشترينا زي ما انتوا شايفين حمام بول يعني. واشترينا ايه بتاع اسمها إيه ديت حاجات الحمام يعني. مش عايزين نخش في تفاصيل. تمام. دخلت بقى هنا علشان نحط الحاجة دلوقتي. هو الحمام انا حطيت له بورسلين اسود كده. تمام. ده طاولة كذا كهربائية كده. البانيو اهو. تمام. والبتاع التاني اهو. بس كده زي الفل. نعمل له بقى تحسين. نحط كده قدام. تمام. على العموم يا جماعة، انا اشتريت كمان اللي هي بتاعت المراية، بس نسيت اركبها. ونظبط برضو البانيو. ومعانا هنا غسالة اصلا كده كده كانت موجودة. وبس كده، ده الحمام بتاعنا. نخرج بره بقى كده. ده الواجهة بتاعة البيت من بره. تمام. وايه تاني عندنا برضو؟ ده الظهر بتاع البيت، بس لسه برضو ما حطيتلهوش لون. ان شاء الله كل دوت هيتحط. وايه رأيكم برضو يا جماعة في البيت؟ انتوا شفتوه دوت الحمام بتاعنا زي ما انتم شايفين. واحنا هنخش بقى نشتري شوية حاجات من المتجر. عايزين نشتري لون اسود علشان نحطه للحمام. نشتري اتنين نحطهم في الارض. تمام. يلا بينا نحطهم في الارض. هات المواد. حط ده حط ده. كده بقى الحمام بتاعنا واد زي الفل. ده بقى الحجر دوت، قلت إن دوت انسب مكان ليه. نحطه هنا. تمام. هو بره في بتاع اللي هو زي بتاع الجيمنج ده. انا حاطه. تمام. وده بقى يا جماعة السطح بتاعنا. السطح بتاعنا بقى جميل جدا، انا على ما اعتقد يعني ان هو بالنسبة لنا كده حلو. نخش بقى كده نشتري تاني حاجات نحطها على السطح. نشتري دي نحط فيها على التلفزيون. ونجيب الترابيزة اللي على التلفزيون ديت نحطها فوق على السطح، هتبقى كويسة. تمام. فين الترابيزات الأساس؟ طاولة، لا مش عايزين دي. احنا عايزين التانية. فين؟ أيوة دي. نحطها بقى كده. تمام. بس اظبط على كده. معلش يا جماعة. نحط بقى فوقيها التلفزيون. تمام. اهو التلفزيون بتاعنا زي الفل جميل. نعمل بس الترابيزة تحسين كده نظبطها. بعد كده سنة. نرجع سنة بس كده. نحط عليها التلفزيون الرائع بتاعنا. وبس كده يا جماعة، دي كده تبقى أحلى. ثبت بس التلفزيون، أيوة كده. كده احنا نطلع بقى فوق نحط الترابيزة فوق. تمام. انا يا جماعة برضو للمعلومة، انا بقيت في مستوى 4، وان شاء الله نوصل مستوى 5. وقولوا لنا عايزين تحديات نعملها، او نصور فيديوهات اللي انتوا عايزينه. ان شاء الله ننزل. تمام. وبس كده، دي بقت البيت بتاعنا. وهنا برضو لسه عايزين نجيب طوب، ادي واحد. هنجيب هنا. نخش كده ندور على حاجة حلوة نحطها. دوت مش لايق. ده لأ. عايزين حاجة كده يكون حلو، ممكن ده. تمام، ده حلو وسعره كويس. هنشتري منه واحد نجربه، نشوف هيبقى حلو ولا لأ. وانا بقى يا جماعة برضو لو بشتري الحاجات وبشوف اللي مناسبني وبحطه، واللي مش مناسبني مش بحطه وبخرجه برا. احطه على السور برا. تمام. بحطه كده مثلا. اللي مش مناسبني ممكن احطه هنا، او ممكن احطه ورا في البيت من ورا. هو بصراحة شكله كويس جدا. تمام.
ممكن مثلا نجرب نحطه ايه هنا كده، او نجرب نجيب ده نحطه جوه. انا كنت عايز يا جماعة اشتري من اللي هو بره ده، احط منه جوه، بس مش هينفع طبعا. تمام. فنطلع ولا نخرج بره احسن، نشوف بقى ايه البيت بتاعنا من بره بقى عامل ازاي. ودي بره طبعا الشجرة بتاعتنا، وده البيت بتاعنا من بره زي الفل. وده كده السطح بتاعنا يا جماعة، زي ما انتوا شايفين سطحنا المتواضع. ويعني لو اي حد عنده اي ملحوظة او اي حاجة احنا عملناها مثلا غلط وعايز نصحح عليها، اكتب لي في كومنت، واحنا ان شاء الله الفيديو الجاي هنطور في المنزل. وده الحمام بتاعنا. انا كنت بحاول اخش جوه بس مش راضي. تمام. فانا هحاول برضو ايه على قد ما اقدر اجيب لكم كل حاجة في المنزل. فده برضو دولاب كنت شاريه قديم، كنت هعمل تصميم قبل ده بس ما كانش عاجبني وعملت التصميم ده. اللي عايز برضو طريقة عمل التصميم يكتب لي في كومنت، وان شاء الله الفيديو الجاي نعمل لكم الطريقة. انا هنا بقيت مستوى 4. مستوى الاصدار عندي 228. واللي عايز اقول يعني اتكلم في موضوع الازدهار والحاجات دي يكتب لي برضو في كومنت، واحنا ان شاء الله هنتكلم في موضوع الازدهار، وازاي ان احنا نعلي الازدهار او نوطي الازدهار ونزود عمل وننقص العمل والحاجات دي كلها. هنا بقى نخش جوه ندور كده على اي حاجة تكون حلوة مثلا ايه نشتريها. ممكن ندور مثلا في قسم الكراسي. إيه هنا في قسم الترابيزات مش محتاجين على ما اعتقد حاجة من الحاجات دي. إيه اللي هنا، انا ما اعتقد ان احنا مش هنحتاج حاجة من الحاجات دي. تمام. انا عايز بس كنت بدور على اللي هي بتاعة الحمامات، المراية والحوض. بس انا ما لقيتهاش لان انا كنت شاريها، وهي على العموم يعني هي مش هنا. تمام. وبرضو من الحاجات اللي انا عايز اجيبها اللي هي بتاعة المطبخ، ونظبط مطبخ برضو، بس طبعا دوت هيبقى في الدور التاني. هي دي بقى اللي انا جبتها وحطيتها يا جماعة. ديت بقى هنجيبها ونحطها في الجزء ده كده بالظبط. ليه بقى؟ علشان تبقى يعني يعتبر هي اللي تبقى في الواجهة. نحفظ بقى ايه مخطط البيت بتاعنا، ونخش نشوف هو هيبقى عامل ازاي. كده احنا حفظنا البيت. هنستنى ولا يرجى الانتصار حتى مراجعة انشاء المبنى، وبعديها نعمل اعادة الدخول، ويورينا تصميم البيت بتاعنا بقى عامل ازاي، ويحفظ لنا كل حاجة. بصوا على التصميم دوت دلوقتي هيبقى ايه القديم، وبصوا زدنا كام نقطة ازدهار. احنا دلوقتي 228. دلوقتي قال لي تمت الموافقة على المبنى. هنعمل بقى اعادة الادخال علشان يدخلنا يورينا. لازم نعمل يا جماعة حوار اعادة الادخال دوت علشان يتحفظ معانا. دي هتبقى اخر خطوة في الحفظ. بقى معانا الازدهار 243، يعني زدنا حوالي 25 نقطة. كويس جدا. والمفروض ان مستوى 5 علشان نوصل له لازم يبقى مستوى الازدهار عندنا 250. 250 طبعا مستوى عالي. فبس كده وصلنا لنهاية الفيديو. على الله، متنسوش لايك واشتراك وسلام.